هاتي شوية العدس البيتين عندك وحبة ملوخية ناشفة. انا استخدمت هنا 212 جرام من العدس، يعني اقل من الربع كيلو. غسلته كويس خالص كذا مرة وشطفته وصفيته من المية وحطه في حلة، حطيت عليه 3 كوبايات من المية. ودي بصلة متوسطة متقطعة كده، يعني اي حاجة اي مقاس، مش كبير قوي ومش صغير قوي. كده كده احنا في الاخر هنفرم كل الحاجات مع بعض. جبت كمان 4 فصوص من التوم، هقطعهم كده زي ما انتوا شايفين تقطيعات صغيرة، وحطيتهم على العدس والبصل. وهنحط الحلة كده على نار متوسطة، نغطيها ونسيبها ونخلي بالنا عليها كده كل شوية. لو خلصت المية زي ما حصل معايا بنزود 3 أو 4 كوبايات تاني، ونسيبها لغاية لما العدس يكمل تسوية. وزي ما انتوا شايفين كده العدس اللي عندي نوعه مش قد كده، فما تهراش نهائي. فأنا هكمل موضوع التسوية بتاعته بأن أنا هضربه بالهاند بلندر لغاية لما يعني كله كده يبقى ناعم خالص. هتبقى فيه المية زيادة شوية. في المرحلة دي طبعا عايزه اقول لكم في ناس بتحب البصاره تقيله، في ناس بتحبها خفيفه. انا من الناس اللي بحبها خفيفه، فده ليه كنت مزوده الميه ومخليها العدس زي ما انتوا شايفين كده. وهيديني النتيجه اللي انتوا هتشوفوها في الاخر او اللي شفتوها في اول الفيديو. لكن اللي بيحبها بقى بصاره تقيله قوي يعني، فتبقوا تقللوا كميه الميه في العدس. دلوقتي ادي العدس خلاص استوى، هحط عليه الملوخيه الناشفه، طبعا ملوخيه ناشفه وناعمه. بنحط بقى معلقه معلقه كده ونقلب، معلقه ونقلب لغايه لما نوصل للون اللي احنا حابينه للبصاره. انا حباها ان هي تبقى فاتحه شويه فما كترتش الملوخيه. لو انتوا عايزينها تقيله وكمان غامقه يبقى هتكتروا الملوخيه، وانا بالنسبه لي ده اللون اللي انا عايزاه. هنيجي بقى في طاسه نحط شويه زيت ونحطهم لما يسخنوا، هنحط فيها زي 5 6 فصوص من الثوم المهروس، نحمرهم ونحطه على البصاره بتاعتنا، نطشهم يعني. وكده خلاص الأكلة بقى 100 100. احنا كل اللي هنعمله هنظبط الملح والكمون، مش بنحط أي حاجة تانية غير ملح وكمون بس. وهغطيها واسيبها كمان 5 دقايق على النار عشان كل المكونات كده تندمج مع بعض كده وتاخد وتدي مع بعضها، وملحها يبقى مظبوط مع الكمون مع كل حاجة، يبقى كده ايه ميكس مع بعض. بجد طعمها جميل قوي، ولو جربتوها هتعجبكم خالص. وكمان احلى من كل ده ان هي هتخلصنا من حبة العدس اللي بقالهم يومين في التلاجة وصعبان علينا نرميهم. والهنا والشفا لكل اللي هيجربها. باي باي.